مساء النور لكل مغربي في داخل المغرب وخارج المغرب. هادي 60 عام بن بلة خرج كيقول حقرونا المراركة في حرب الرمال في 63. دازت 60 سنة وخرجوا البارح واحد الرهط من الجزائريين في شوارع باريس وكيقولوا سبب عذابنا المخزن أو سبب عذابهم كيف ما قالوا المراركة أو المخزن المغربي. سبب العذاب ديالكم ماشي هو مثلا الطوابير اللي كتبقاو تسناو بالكيلومترات باش تشدوا شويه ديال الزيت ولا شويه ديال السميد ولا شويه ديال الدقيق ولا شويه ديال اللحم ولا شويه ديال البطاطا. سبب عذابكم ماشي هي فرنسا اللي استعمرتكم 132 سنه وقتلت منكم الالاف وشردت منكم الالاف وزرعت فيكم الفتنه بينكم ومسحات النسيج الاجتماعي الجزائري، وكل ما هو عربي اسلامي ما بقاش كيتواجد عندكم في الجزائر، وخلقات مجتمع يعني ما عنده حتى صله بالعروبه وبالدين الاسلامي، وما كيعرفش شنو هي الحلاوه ديال الجوره. خلقات فيكم واحد المجتمع كيشوف في المغرب العدو الرئيسي والكلاسيكي ديالو، وحكمات عليكم واحد الجنرالات وكبرانات او كبرانات كيف ما كنقولوا حنا في المغرب، اللي دايرين بكم ما بغاو وكياخذوا الملايير ديال الملايير اللي كتجيبها غير حاسم سعود بوحدها في السنه من عائدات ديال الغاز والبترول. هادشي كله هذا ما خرجكمش للشارع الفرنسي، خرجكم المخزن المغربي او المراركه كيف ما قلت البارح او الحيوان المغربي. انا غادي نقول لكم ايها الجزائريون انكم مخطئون، وان المغرب المغربي الانسان المغربي ماشي حيوان، هو انسان. وكما انه العذاب ديالكم هو الكبرانات اللي كيحكموكم، وغادي يزيدوكم العذاب وغادي تزيدوا تعذبوا، لان المغرب غادي يزيد ويتقدم، ولانكم نتوما غادي تزيدوا وغادي تعيشوا مشاكل كبيره. ما تنساوش واحد القضيه، الملايير كلها اللي خسرتوا على البوليزاريو واللي مازالين كتخسروا على البوليزاريو غادي تزيد تعذبكم غدا قدام الله. السلام عليكم.